السلام عليكم البنات، لاباس عليكم مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله البنات. اليوم إن شاء الله غنصايبوا معاكم واحد الحلوى شمالية اللي كتجي بمكونات بسيطة إن شاء الله. غنبداو بسم الله. هنا عندي اللوز مهرمش أو مقطع بحال هكايا، كندير كاس كنحمصو شي شوية. كان عندي هنا كاس ديال اللوز محمص ومهرمش، وعندي هنا كاس ديال الكركاع حتى هو محمص شي شوية ومهرمش، وعندي كاس ديال الزبيب العنب مجفف، وهنا عندي كاس ديال الزنجنان لأن تا هويا محمر شي شوية في المقلة، وكنحيدو مكنخليوش يتحمر بزاف غير يتصهد. وعندي كاس السنيدة وكاس ديال الزيت، وهنا عندي الزبدة نديرو اما الزبدة اللي كنقولو حنا ديال العبار او الزبدة هادي ديال التوراق. هنا عندي 250 غرام ديال الزبدة، وعندي جوج خمارات، وعندي كيلو ديال الدقيق على حسب الخليط، نقدر ما نستعملش كيلو كامل. غناخد القصعة وغادي ندير فيها او اناء او الزلافه اللي كتعجنوا فيها. غندير هادو جانبا، وغادي ناخد الزبدة على درجة الحرارة ديال المطبخ، كنكون محيدينها من الثلاجة. انا دابا الحال سخون، شتي هانتوما دغيا كنخدموا بها دغيا، ما كتبقاش قاصحه بزاف، كنكونوا محيدينها من الثلاجة وحاطين دابا مع الصهد. حاليا كاينه الحراره دغيا كتذوب معانا. عندي 250 غرام ديال الزبده درتها في القصعه اللي هي هذه، وعندي كاس ديال السكر سنيده حبيبات. نقدروا البنات نعبروا بالكاس ديال العنبه، والكاس اللي عبرنا به هو الكاس اللي كنعبروا به المسائل كامله اخرى، كيف السنيده كيف السيس كيف كلشي كنعبروا قد كاس واحد كنعبروا به قد. انا درت كاس ديال السنيده مع الزبده، كنمعكها مزيان باش كتدخل ديك السنيده مع ديك الزبده، كتولي بحال الشكل على شكل بوماط، كتولي بحال هكذايا مذابه. من بعد غادي نزيد عليها الزيت، كنحاول نضغط عليها بيدي مزيان حتى تطلق داك السنيده مع الزبده. كنزيد عليها الكاس ديال الزيت حتى كنخدمها مزيان، كنمعكها بيدي. نتوما البنات اللي بغى يخدم بالطراب، انا كتجيني اليد ديالي كنخدم بها هكذايا عادي باش كنتحكم في داك الزبده مع السنيده يدخلوا مع بعضياتهم، داك المواد كاملين كيدخلوا مع بعضياتهم. شوف هانتوما كي كتشوفوا كندخلهم، نحاول انا تزربت الفيديو باش ما ناخذش الوقت بزاف. انا خديت كاس ديال اللوز اللي هو مهرمش او مقطع، أنا قطعته البنات ما هرمشتوش باش كيبقاو ليا باينين دوك الحبيبات ديال اللوز. وهنا درت كاس ديال الكركاع، ودرت الزبيب العنب المجفف، ودرت الزنجلان اللي هو السمسم، وخلطت الكل مع بعضياتو. عندي كاس من الحاجة، خلط كلشي يدخل المكونات مع بعضياتهم كاملين. نحاول بحال هكذا كندخلهم مزيان باش كتبقى لنا غير الطحين والخميرة. وقبل من الطحين والخميرة غناخد واحد شوية ديال الزهر أو ساشية ديال الزهر باش ما عندكم خدموا به. هنا أنا حاليًا عندي الزهر ما عندي الساشية، كاينة واحد النكهة ديال الزهر حتى هما إلا كان تخدموا بها. هنا غندير تقريبًا 3 المعالق كبار ديال الماء الزهر، هو هذا. الكل عارف الماء ديال الزهر، أولا ما كانش الماء الزهر كناخدو داك الساشيات اللي كناخدو فيهم بحال الشكل ديال الخميرة الخمارات الحلوى، هاذيك كاينة كتقول لي عطيني نكهة الزهر كيعطيها لك. المهم حنا كنخلطوا كلشي مع بعضياتو. هنا غناخد الدقيق اللي كنكونوا مغربلينو من قبل باش كتنجح معانا الحلوى، كنكونوا مغربلينو. كناخد كيلو وما غنستعملوش البنات كامل، لأن على حسب الدقيق وعلى حسب المكونات اللي درت كنشوف واش كيشرب دقيق أو ما كيشربش. هنا كناخد تدريجيًا وكنخلط مزيان باش نشوف شحال غيقدني. وهنا البنات ملي غنسالي غنقول لكم شحال قدني ديال الدقيق. كنحاول ندخل الدقيق مع بعضياتو مع المكونات كاملة. وهنا غادي ناخد بحال هكذايا كنخلط. ناخد الخمارات، خليتها الخميرة هي الأخرى لأن دابا الحال سخون. حاولت نخلي الخميرة هي التالي، درت ساشي ديال 8 غرام وزدت ساشي أخرى ديال 8 غرام، هي جوج خمارات 16 غرام ديال الخميرة ديال الحلوى.
أنا غندخّل الكل مع بعضياتو مزيان، وغادي نجمع العجينة ديالنا. هنا غادي تزيد الطحين كما كتشوفوا البنات، القياس اللي غادي يقدني. صافي هنا خدا مني الطحين تقريبا كيلو إلا ربع، ما كاملش كيلو ديال الدقيق، كيلو كنحيد منه رابعة، كنحيد منه رابعة ديال الدقيق والمباقي كنديرو تقريبا رابعة اللي زولت منه. هنا جمعت العجينة ديالنا وخليتها ترتاح واحد 5 ديال الدقايق وبديت كنخدمها. خديت الطاوة درت فيها الكاغط اللي كنديرو بيه، كنديرو فوق الطاوة، من الأحسن ديرو الكاغط على حسب الطاوات اللي عندكم تاني. أنا كنستعمل الكاغط في هاد الطاوات. هنا كنلولب الحلوى ديالي جمعتها وكنلولبها على هاد الشكل البنات، ما تخافوش منها راه كتجي رطبة لينة، ما نقصحهاش بزاف وما نجريهاش بزاف بين وبين. هنا غادي نوريكم القراص أو النتاف اللي كنستعمل لهاد الحلوى. هاد الحلوى كاينة في الشمال كيقولوا ليها لاقيطة، حنا كنقول لها عاوتاني في كازا في دار الكعك في كازا كنقولوا ليها المدن الأخرى كاين اللي كيقول لها العروسة وكاين اللي كيقول لها لاقيطة. الحلوى ديال الخليط هي هذه اللي كتكون مع الخليط فيها جميع الفواكه تقريبا، فيها أنا درت فيها 4، درت فيها اللوز والكركاع والزبيب والزنجلان، 4 المكونات ديال فيها، والمباقي نتوما راه شفتو. هنا كنجمعها وكنلولبها وكنكعصها واحد شي شوية وكنقرصها بحال هكا. كاين اللي كيستعمل المرشم، كاين واحد المرشم كتصيب به هاد الحلوى ديال الخليط، وأنا كنفضّل حاليًا كنستعمل هادي، من بعد نقدر نشاركها معاكم. المهم كتجيني هادي زوينة ورائعة حتى في الشكل وحتى في المنظر ديالها، وحتى الأخرى اللي كيديرها بلا المرشم كتجي حتى هي زوينة، غير غير الطريقة ديال الأخرى بالمرشم وهادي القراص بالنتاف. صافي كنخدمها على هاد الشكل بحال هكدايا، كنقادها بحال هكدا من الفوق ومن الجنائب. أنا حاولت قرّبت لكم الكاميرا حاليًا باش كنصوّر، ماشي التليفون اللي كنكون كنصوّر به دائمًا خاسر لي دابا، أنا كنصوّر بتليفون آخر. على الله تكون وصلت الفكرة، وصلت النقشة شفتوها مزيان كيفاش كتجي. غنكوّر هادو باش حتى هُما نشاركهم معاكم كيفاش. ندير بعض الحبات ديال الحلوى حتى هُما ناخد القياس عينك ميزانك كناخد بحال هكدا وكنقاد. صافي على هاد الشكل هذا، كنشدها من جانب كنجمعها ناخد القراص باش كنديرها في الجناب ديالها بحال هكدا، ومن بعد كندير حتى الوسط كلها كنمشي معاها جانبًا بحال هكا، كنشدها بداك القراص غير كنقرص وكنحاول داك القراص إلا كانت العجينة شوية عندي، أنا ما عندي حاليًا هي هاذيك، إلا خفتوها تلصق ليكم كتغطسوها في الطحين، داك النتاف ديروه في الطحين دقيق، كتغطسوه فيه وعاد كتبداو تقرصوها في الجوانب ديالها ومن الوسط، باش كتجي ديك الرشمة ديالها باينة. صافي أنا حاليا عندي العجينة هي هاذيك ما كتلصق ما والو، بينو وبين هي هاذيك. تبارك الله ما شاء الله جات زوينة غزالة. شوف باقي ما طابتش الحلوى غير الخليط ديالها كيفاش طالع الريحة ديالو. صافي وكنشدها من الجناب بحال هكدايا حتى هاني كنقرصها على هاد الشكل كتجيني، ونتم غادا بوحدة بوحدة. الفران كنكونو مشعلينو وناقصين عليه على المهل، ما نسخنوش بزاف حتى هاني بينو وبين، وكنشعل عليه غير من التحت. على ما كملت الحلوى ديالي كنكون مشعلة الفران وناقصاه على المهل باش ما تحرقش لينا الحلوى، لأن عندي الفران ديال الضو. عندكم فران ديال البوطة حتى هو استعملوه، كاين اللي كيشعل لتحت والفوق وكاين اللي كيشعل غير لتحت. أنا عندي هاد الفران اللي كنستعمل حاليًا ديال الضو، كنشدو غير من تحت. هنا كملت النقشة ديالي بحال هكدا، وغنكمل الكل باش غادي نوريكم كيفاش جات. تبارك الله ما شاء الله كتجي غزالة هاد الحليوة وكتجي بنينة. هادي الحلوى كنقولوا لها حلوى الخليط الشمالية ديال الشمال. هانتوما كتشوفوا النقطة، أنا حاولت هزيت الطاوة وقربتها ليكم باش تشوفوا كيفاش جات الشكل ديالها. صافي وكنتما غاديين تدريجيا بحال هكدا
واخا شوية كنهضر بزاف باش كنوصّل لكم الفكرة في أي حاجة، أنا هذا هو الطبع ديالي. المهم أنا كنشاركها معاكم، تاني كنشدها في جانبًا بحال هكدايا بالجوانب ديالها، كلها كنخلي بين جنب وجنب شوية وكنعاود نقرصها، كنشدها حتى اللي من الوسط، تاني كنقرصها على هاد الشكل. غنكمّل العجين ديالي كامل الحلوى ديالي وغادي نوريكم، صافي هذا الشكل اللي جات بحال هكدا، غنكمّل كلشي وغنرجع معاكم إن شاء الله نوريكم الشكل النهائي. الشكل النهائي اللي هو هذا، خرجت لي 2 طاوات نتوما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله. دابا راه كي قلت لكم الفران راه سخّنته وغنحط الطاوات ديالي في الفرن، من بعد ملي نخرّج الطاوة غنكونوا موجدين السكر كلاصي حتى هو مغربلينو باش كنفندوها في السكر كلاصي هاد الحليوة. من بعد ما خرجت من الفران البنات خليتها بردات واحد شي شوية، خليتها بردات داك الشي علاش هزيت الطاوة زعمت هزيتها بحال هكدا. مني بردات الطاوة ديالي شتو كتجي مدهبة بحال هكا، ما كنخليوهاش حتى كتحرق بزاف حتى كتعطي داك اللون قهيوي، لأ خليتها اللون دهبي بحال هكدايا، كتجي بين وبين بحال هكدا، كتبقى اللون ديالها كيبقى دهبي بحال هكدا، ها نتوما شفتو. صافي دابايا غنوجدو السكر كلاصي فاش غادي نفندوها، ونكونو مقربين لينا واحد الإناء اللي غادي نحطو فيه في الآخر الحلوى ديالنا نقدموها. ناخد واحد الحبة ديال الحلوى اللي غنحطها في السكر كلاصي اللي كنكونو من قبل مغربلينو، صافي كندخّل فيها السكر كلاصي مزيان، ملي كنسالي راه كنسوسها شوية، كنفضها شي شوية من السكر كلاصي عاد كنحطها، باش ما يبقاش معجّن فيها السكر كلاصي. صافي كناخد وحدة تانية تاني، كنقادها بحال هكدا، حتى كنكمّل الحلوى ديالي كاملة، وإن شاء الله غنوريكم الطبق ديال التقديم ديال الحلوى كيفاش جات. دابا راه فيها السكر كلاصي باقي داخل فيها، واحد شوية غنفض منها السكر كلاصي باش يبانو ليا داك الرشمات ديالها اللي أنا رشمت غيبانو ليا مزيان إن شاء الله. صافي هنا غادي ناخد كي قلت لكم إناء اللي غادي نقاد فيه الحلوى ديالي كاملة، والشكل النهائي والله إلا زوينة ومقادير بسيطة والشماليات ضروري كيديروا هاد الحلوى هادي، هُما كيديروا أنواع ديال الحلوى تبارك الله، والمغربيات كاملين عارفين هاد الحلوى، ولكن خصوصًا النواحي ديال الشمال ضروري هاد الحلوى عندهم مميزة خاصها تكون، واخا تكون لكعبة الغزال، واخا تكون أي حلوى، ضروري من هاد الحلوى خاصها تكون عندهم. هنا الحلوى ديالي ها هي صايبتها في الطبق اللي هي جات بحال هكدا. وبصحتكم وبراحتكم، إن شاء الله إلى طبق آخر أو وصفة أخرى، وبصحتكم وبراحتكم. أنا ناخذ واحد الوحيدة ديال الحلوى اللي غادي نوريكم كيفاش جات من الوسط ديالها، كتجي فتية زوينة واخا كتبان لكم بحال هكدا، ها نتوما كيفاش كتجي. أنا قسمتها على هاد الشكل، شوف ملي كندير لها بحال هكدا بيدي كنقصها كتمشي، عاودتش لكم كيفاش جات زوينة وطالعة ديك الريحة ديال الفواكه الجافة اللي فيها، غزالة تبارك الله ما شاء الله الرحمن الرحيم. المهم بالصحة والراحة إن شاء الله إلى طبق آخر كي قلت لكم أو إلى وصفة أخرى، بصحتكم وبراحتكم.